السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على حضراتكم يا جماعة. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان الفيديو أو المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. دعمكم لينا ولايك وشير. مبدئيا كده رحمة الله على الفقيد أحمد رفعت، اللاعب اللي ظهرت محبة الشعب المصري كله ليه. سبحان الله، لولا في محبة بتربط اللاعب ده أو الإنسان ده أحمد رفعت كإنسان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ما كانش خلى 120 مليون مصري يزعلوا عليه. وكلنا شايفين الكلام ده، وان شاء الله يا جماعه اللاعب لو ليه حقه هيجي باذن الله من اللي اذاه، ولكن ما بنقولش قتله. الموت ده يا جماعه مكتوب وقدر. الموت خلاص، اللاعب ده ما سابش، الانسان ده ما سابش من عمره لحظه واحده. الله يرحمه ويسامحه، خلاص ده عمره واجله. ولكن القصه بتاعت اليومين دول والحسابات وحق اللاعب نفسيا وتدميره نفسيا، فهي ملهاش علاقه بالموت. ونتمنى ان شاء الله ان هو حقه يظهر. وعلى فكره يا جماعه، في عشان بس الكلام اللي شغال، في واحد تاني لسه هيجيب في الموضوع ده الخلاصه، وهو مرتضى منصور. دي المفاجاه. مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، وخدوا الكلام مني، الناس كلها اغلبيتها عارفه، ولكن لسه الراجل ده ما اتكلمش. والراجل ده اللي هيعرف يجيب حق احمد رفعت من الناس اللي دمرت نفسيته او اللي ورطته في الموضوع اللي تسبب فيه نفسيا للاعب، ولكن مش موته. الله يرحمه ويسامحه. ما تنسوش تدعوا له بالرحمه، وتدعوا لامواتنا جميعا، وادعوا لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم باذن الله. الفيديو ده يا جماعه والله العظيم الواحد ماليه نفسي يتكلم في اي حاجه خالص. الكوره عندنا بصراحه يعني يا تبقى شكلها حلو وتدار بما يرضي الله، يا اما نقاطع الكوره دي. والله العظيم الواحد ماليه اي نفس خالص نقاطع لحد ما نشوف كل حاجه تبقى بما يرضي الله. فيعني عشان محدش، يعني الواحد طالع غصب عنه رقم واحد علشان احمد رفعت الله يرحمه ويسامحه. كلنا في حداد وزعل عليه، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. ولكن عايزين ربنا يسهل الحال وتكون منظومه الكوره عندنا بتدار بما يرضي الله. الفيديو رقم واحد فيه عنوانه الاول ورقم واحد وتحت منه مليون خط يا جماعه: حمله ليله تنمر من قبل جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. ادعم اللاعبين وافتح صفحه جديده. النهارده شيكابالا يا جماعه، اللي جماهير النادي الاهلي برضه بيتهاجموا، انا ما بقولش حاجه، هو اخطا في حق الجماهير، والراجل اعترف بالكلام ده مع ابراهيم فايق من فتره واحنا بنعاقبه. وبصراحه يعني احنا عايزين نفتح صفحه جديده. الراجل النهارده يا جماعه عمل لفته رائعه، بيتنازل عن نص مرتبه لاسره الفقيد رحمه الله عليه. لفته رائعه من اللاعب الاسطوره محمود عبد الرازق شيكابالا. على المستوى الشخصي انسان طيب ومحترم. نتمنى ان احنا ندعم يا جماعه من قبل جماهير النادي الاهلي شيكابالا ومحمود علاء وكل لعيبه نادي الزمالك اللي راح نادي. يا جماعه احنا في عصر احتراف، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، ورمضان صبحي ربنا يوفقه. ونتمنى لو في فرصه ثانيه يرجع النادي الاهلي يرجع. ومن ناحيه جماهير نادي الزمالك ادعم كهربا وادعم امام عاشور. خلاص احنا في عصر احتراف، كل واحد ربنا يوفقه في المكان اللي راح فيه. ملناش علاقه يا جماعه، اللي يلعب في اي مكان يلعب ويأدي، لاعب بيأدي في مكانه بياخد عليه فلوس. نتمنى ان الجماهير تكون فاهمه الكلام اللي احنا بنقوله، واحنا كلنا اخوات ولا للاحتقان الاعلامي بين الجماهير. هروح مع حضراتكم لحاجه تانية. يحيى عطية الله اهلاوي على سبيل الاعاره لمده سنه. الصحافه الروسيه النهارده بتاكد على لسان نادي سوتشي الروسي ان يحيى عطية الله خلاص تمت رسميا للنادي الاهلي اعاره سنه مع تفعيل بند الشراء مقابل 200,000 يورو. وعند تفعيل بند الشراء ثمن الصفقة هيكون 2 مليون يورو بكل حاجة. حاجة تانية يا جماعة، بعد يحيى عطية الله قلنا أهلاوي. حاجة تانية يا جماعة، كريستو إلى نادي الرجاء المغربي. محمد الضاوي كريستو خلاص خلصت على سبيل الإعارة لنادي الرجاء المغربي. ان شاء الله هنوفيكم بكل جديد. ولكن الفيديو ده رقم واحد باسم احمد رفعت، الف رحمه ونور عليه، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. وما تنسوش تدعوا له بالرحمه ولايك وشير، وتدعوا لاخواتنا الفلسطينيين. تحياتي لحضراتكم، مساء الخير على حضراتكم، دمتم بخير دايما، وانتظرونا ان شاء الله في اخبار جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.